خلينا نقول ان الاكلات السريعه هي مسببه للادمان بشكل اساسي، وده لان فيها كميات كبيره جدا من اللي بيتم اضافه ليها الملح والسكر والدهون بكميات فوق الطبيعي، ودول اكتر ثلاث حاجات ممكن يسببوا الادمان ويخلوا اي شخص معتاد على هذه الوجبات. الدهون والملح من مسببات الادمان؟ طبعا الدهون والملح والسكر، لان هي بتبدا ان هي تضيع حساسيه اللسان. لو ما بناكل حاجات مالحه كتير وفوق الطبيعي، لساني بيتعود على النوع ده من الملوحه. لما اجي اخد حاجه عاديه الاقي لساني مش مستطعمها، انا عايز الطعم المعزز، خصوصا ان هو مش ملح بس، ده بيضاف اليها مكسبات الطعم ومعززات النكهات زي ملح احادي جلوتامات الصوديوم اللي بيساعد في تعزيز النكهه والاعتياد بشكل اكبر على الوجبات السريعه. والدهون اللي اللسان بيحبها، اكتر حاجه اللسان بيحبها في الاكل كله هي الدهون، عشان كده نلاقي دايما ان الاكلات اللي فيها دهون عاليه شويه طعمها اطعم من الدهون من الاكلات اللي ما فيهاش دهون كتير.